يعني اذا كان في واحد متطرف ففي الاف معتدلين ومتسامحين. احنا بقى لنا ممكن من 8 شهور بننزل قدام جوامع كتيره وفي الميادين، لكن دي اجمل ورق دعوه. احنا يعني مولد النبي ليهم تقاليد هناك انا ما شفتهاش في اي مكان بصراحه. مولد النبي بياخدوه كله اجازه وهتافات ومشي مسارات في الشارع. المسيحيين بتحدف علينا الشوكولاته من بره الساحه اللي موجوده كله، يعني 70% الناس الجمعيه بمناسبه السعاده. انا النهارده سعيد جدا جدا وبعتبر ده نموذج جيد قوي قوي في بنعمل نموذج جيد للوحده الوطنيه. الرساله الجميله للحركه بتاعتكم وصلت قلوبنا واحنا بنحبكم طبيعي، وان اي ظاهره خارجه من المجتمع دي ما بتعبرش عن شعب. النهارده الجمهور العريق المسلم اللي واقف يرد التحيه على اخواته المسلمين اللي جايين يقولوا له احنا بنحبك، احنا بنأكد ان بنحبهم اكتر واكتر. عايز اقول لك ان بحبك، انا اقول لهم نحن نبادلكم حبا بحب. انتوا جيتوا بدعوه النبي عليه السلام، لان النبي عليه السلام قال لنا وعرفنا ان لو انت بتحب واحد لازم تخبره انك انت بتحبه، وهم اخبرونا ان هم بيحبونا، واحنا بنقول لكم نحن نبادلكم حبا بحب. هذه الدعوه انا احطها فوق راسي وانا بقول الكلام ده، هم اللي حركوا الحب في قلوبنا. بكرر تاني، هم اللي حركوا الحب في قلوبنا. زي ما هم بيقولوا لنا اخي المسلم، عايز اقول لك ان بحبك، انا بقول لهم نحن نبادلكم حبا بحب. وهذا الكلام قلته على المنبر واكرره مره ثانيه، نحن نبادلكم حبا بحب، وان كان محبتكم انتم قد ظهرت في هذا الورق، ولكن محبتنا في قلوبنا وعلى السنتنا وفيما بينكم. وده اللي لمسناه من حضرتك لما جينا على الاسبوع اللي عدى، الخطه الجميله بتاعت النهارده والاسبوع اللي عدى. احنا بجد هنتعلم من حضرتك المحبه. زيد من شرف والله ان انا اتعرف على هذه الفئه الجميله في حديث وانتم اللي حركتوا في قلوبنا هذا الشيء، وانا اللي بشكركم انت والله، وبكررها تاني وثالث ورابع وعاشر ان انا وقفت على المنبر وقلت ان هذه الدعوه فوق راسي. العفو والله فوق راسي، لان سيدنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان لو اي واحد بيحب الثاني لابد يقول له انا بحبك. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفى. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفى. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. فلما حصلت الوقفة دي وجه الطلب دوت إنه يتعمل قدام المسجد، حسيت بالأيام الحلوة القديمة. أنا أقول لك المسلم هو فوق دماغي من فوق، والمسلم فوق دماغ كل مسيحي من فوق. وانت شيخ جميل قوي وانا حبيتك قوي قوي. هقولها لك بحبك واقول لك اي لاف يو كمان. وانا كمان بحبك واي لاف يو. توحد رب الكون الواحد، جامع وكنيسه. مثلا اخويا المسلم انا بحبك، اخويا المسيحي انا بحبك. لما تبقى في وسط الشباب تطلع صيحات بهذه الصورة الجميلة كانتش موجودة قبل كده، وهكذا يعني.